يسعد أوقاتكم حبايب القلب. إن شاء الله تكونوا بألف خير وتحبوا هالوصفة. هاي وصفة جوز الهند، وصفة صحية ولذيذة وطيبة وكيربوجة كمان وحلوة مثلكم. بتمنى تعجبكم، وتحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بتفائل أنا بدعمكم كتير، ويلا تعالوا معي لنشوف الطريقة. طبعا مثل ما انكم شايفين عندي المكونات، مكونات بسيطة كتير. جوز الهند لازم يكون يعني مانو خشن ولانه ناعم ناعم الوسط يعني. شايفين كيف كيف جوز الهند يعني كيف نعومته. عندي لبن، بيض، سكر، فانيليا والزيت. وهدول قوالب التشكيل. هلا انتو بامكانكم يلي ما متوفر عنده القوالب فيكم تكبروها بايدكم وتعملوها شكل انه كرة يعني، كمان بتزبط ما في مشكلة، بس بالقالب شكل احلى يعني. هلا بتشوفون كيف رح استخدم لكم القالبين واعمل لكم فيهم. طبعا معلقة الفانيليا هلا رح اضيفها فوق جوز الهند، بعمل لهم هيك تقليبة بسيطة اذا بدكم. ورح نضيف السكر، سكر عادي يعني مانو بودرة. رح اضيف كمان اللبن اللي هو الزبادي، مانو حليب، لبن زبادي. المقادير كلها رح اترك لكم اياها بصندوق الوصف تحت، وكمان رابط صفحتنا على الفيسبوك رح تلاقوه بصندوق الوصف. هلا انا حركتهم وبدي احط فوقهم البياض تبع البيض. الصفار ما بنستخدمه ابدا، بس البياض. تمام. هلا بنضيفه بنحركهم وصاروا عندي هيك بتحسون انه سمكوا يعني. هو بياض البيض بيعطيهم هاي السمكة. بتمنى انه تلتزموا بالمقادير، لانه اذا زودتوا شوي جوز الهند وصار اكتر من العيار تبع البيض ما رح يتماسك معكم منيح. هلا رح شكلهم بالقالب. هلا انا عم شكلهم، بضغط عليهم شوي ضغطة خفيفة، ما فيني انا اقوي الضغطة. بيطلع قاسي بعد ما حطه يصير بالفرن بيطلع قاسي، فبس ضغطة خفيفة يعني بحيث انه يتماسكوا منيح. شايفين كيف بيطلع منظرهم؟ عن جد بياخد العقل، طعمتهم كمان. بصراحة انا بحب استخدم هداك القالب اكتر، القالب الاولاني الازرق. بحس ما بعرف هيك بيطلع اطيب يعني. وهلا هيك بعد ما جهزتهم كلهم وصاروا جاهزين، شايفين ما احلاهم؟ هلا شوفوا كيف لون بيطلع ذهبي بعد ما نحطهم بالفرن. وهي الشكل المختلف ساويت منه بس واحد لاني انا بحب هادنك اكتر. يا سلام، بس اخذوا شوية لون زيادة، بس عن جد الطعم كتير طيب. بتمنى اذا جربتوا هالوصفات وتشاركوني فيها. رح اترك لكم مثل ما خبرتكم رابط صفحة الفيسبوك تحت بصندوق الوصف، ورابط كمان الجروب تبعنا يعني كمان بصندوق الوصف. بتمنى بس تجربوا الوصفات، تشاركوني الصور على الفيس او على المجموعة. وهيك هلا حبايبي بعد ما حطيتهم بورق وحطيتهم صحن وصاروا جاهزين للضيافة وللتقديم. شو رأيكم؟ عن جد عطوني رأيكم، لأنه كتير بيهمني وكتير بتحمس بتعليقاتكم الحلوة، ولما تشجعوني ولما اشوف تفاعلات منكم سواء على الفيس او على اليوتيوب. وكمان هلا بس مثل ما خبرتكم راح اترك لكم رابط صفحة الفيس ورابط المجموعة تبع الفيس الجروب كمان مشان تشاركوني الصور. بس تجربوا الوصفات تشاركوني الصور، عن جد بتمنى من قلبي انكم تشاركوني، بفرح بهذا الشي. واي استفسارات عنكم اياها كمان بامكانكم انتم تنزلوا لي اياها على الجروب. يعني انا بتابع الجروب منيح، بحبكم كتير. وصار هلا لازم ننهي الفيديو، بس بدي اورجيكم هدول شغل ماما بالاول. اذا حبيتون حتى انا نزل لكم فيديو بطريقتهم، شو رايكم؟ كمان هي عملت لكم هيك القناة مشكلة.
عشو ما حبيتوا تتابعوني أهلا وسهلا فيكم. وبس بحبكم كتير، وما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. بشوفكن في الفيديو الجاي. باي باي.